ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير يا رب وفي احسن حال. تعالوا بقى اوريكم انا اشتريت ايه النهارده. اشتريت شويه جبن عشان التلاجة كانت فاضيه. اشتريت جبنه كيري عشان ليا مزاج قوي اكل طعميه بالكيري. وجبت مانجا وما صدقت ان انا لقيتها، كنت دايخه عليها. بعشقها المانجا اللي هي دي، بموت فيها موت موت موت. المهم اشتريت لانشون وجبنه رومي، والجبنه اللي بالفلافل دي تحفه 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 وقشطه، وجبنه طازه، وحلاوه، وزبادي. لزوم ايه بقى؟ لزوم ان انا عايزه اعمل فطار كده رايق. ليه بقى؟ عشان اختي بقيت عندي من امبارح، فقلت لازم اعمل لها فطار يليق بيها. كان نفسي اعمل لها اكتر من كده والله، بس حرفيا انا شلت الفطار كله زي ما هو. والله العظيم يعني اكلتها وحشه قوي بجد، بتخنوني قوي بصراحه بالاكله بتاعتها دي. بتاكل بطراطيف صوابعها، بطراطيف المعلقه ده جبن. بصوا بجد شلاني من كتر ما انا الاكلها مضايقني والله العظيم، ما كنت عارفه اقولها ايه. المهم خلاص، هحط بقى في كل طبق نوع جبنه. وعايزه اقول لكم والله العظيم يعني لميت الاكل زي ما قلت لكم بحاله وحطيته في العلب تاني و... وهي يعتبر ما كلتش والله. حتى في الغدا والله عايزه اقول لكم ان الغدا بتاعها كمان بتفطر على مرتين 3 يعني. وفي وجبه الغدا فطرت معلقه، سابتها بعدها بساعه معلقه بس. هي ممكن تكون كده شبعت، عشان كده ولا بحب اكل معاها ولا هي ولا ماما، بيشلوني اكلهم وحش قوي. المهم حطيت بقى حته جبنه بالفلافل، وهحط حته جبنه طازه، والطبق التالت ده هحط قشطه كده زيكم يا حلوين. واحط جنبها ايه بتاع شوشو مربى. لا مش بنحبها برغم ان عندي والله، بس انا ما بحبش اكل المربى. حط جنبها حلاوه. حطيت طبق كده فيه حلاوه وقشطه وشلته بحاله. والله العظيم شلته بحاله، ولا انا مديت ايدي عليه، ولا هي مدت ايدها عليه، ولا جوزي، لان جوزي اصلا تعبان. ربنا يشفيه يا رب ويعافيه وما اشوفش فيه حاجه وحشه ابدا. تعبان واخد دور وحش قوي لدرجه ان الدكتور منعه من كل حاجه. هو اصلا بقاله يجي شهر يعتبر ماشي على الجبنه الطازه ولسان عصفور بس، ما بيتعشاش. والله العظيم يا جماعه بصوا، ربنا يكون في عونه والله ويشفيه ويعافيه يا رب، وما اشوفش فيه حاجه وحشه ابدا، ولا هو ولا عياله. شوفوا حطيت اصلا قطعه قشطه جنب الحلاوه. عايزه اقول لكم والله ما حد مد ايده عليه، بس احنا كلنا اللي كلناه وشلت الباقي عنده في الثلاجة. والف انا على قلبنا يا رب، وربنا يديمها نعمة في حياتنا. ودايما تجيلي اختي يعني، يا جماعة يا دايما تجيلي ودايما تبات عندي، وربنا يخلينا على وش بعض، وربنا يسعدها يا رب ويبعد عنها اي حاجة وحشة، ويرزقها بالخلف الصالح يا رب، ويرزق كل مشتاق يا رب. هجيب بقى طبق تاني احط فيه لانشون وجبنه رومي بس. ده اللي طلعته. عملت طعميه، والطعميه كانت رهيبه رهيبه رهيبه. حطيت فيها كيري، كانت عجباني قوي. دايما كنت بجيبها من بره، يعني كنت بجيب الساندوتش طعميه بالكيري، بصراحه طعمها تحفه قوي. وبجيب طعميه بالبسطرمه، حد بيحبهم زيي. والجبنه الرومي بقى القديمه دي اللي كلها زيوت دي بعشقها، بحبها قوي. بجيب طعميه بالكيري وبجيب طعميه بالبسطرمه، فبحب اعملهم في البيت برضو بصراحه.
خلاص حطيت اللانشون وحطيت الجبنه الرومي وحطيت الجبن، وبعدين هعمل بقى الطعميه. وعملت بطاطس مهروسه، بصراحه مش هي اللي عملتها، جوزي اللي عملها. هو جوزي بقى عملها ليه؟ مش عشان خاطر يعني، هو عملها عشان خاطر هو كده يسمع الفيديو، بس هو عملها علشان خاطر نفسه، لان الدكتور قال له افطر بطاطس مهروسه، فهو بيعملها اصلا من غير ملح ولا فلفل اسمر ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه خالص، هو يدوق بيسلقها وبيهرسها وبس. فالمهم بقى ايه، هو عملها مش عشان خاطرنا احنا يعني، لا هو عملها عشان خاطر نفسه. فبعد ما غرف بقى طقم، راح اقول طقم، بدأ غرف طقم، راح اقول طقم، يا حول الله يا ربي. بعد ما غرف طبق لنفسه، عمل لنا الطبق بتاعنا بقى، وحط لنا ملح وكمون وفلفل اسمر وسمنه. بصراحه كان طعمها حلو، بس مش احلى مني يعني، انا احلى طبعا، بس تسلم ايده، كفايه ان هو تعب ووقف وعملها. خلاص، وحطيت هنا جبنه سلطه، وهبدا بقى ارص الاطباق في الصينيه عشان اطلعهم بره مره واحده بدل ما افضل رايحه جايه. وتعالوا يلا يا حلوين نعمل الطعميه. في المطاعم مش بيحطوا الجبنه الكيري دي، بيحطوا الجبنه الكيري السايبه. هقطع كده المربع دوت 4 مربعات صغيرين، ورايا البوتاجاز فكنت معلقه على الزيت عشان يسخن، وهحمر كام طعميه بس كده، 5 أو 4 متهيألي، لان هي اصلا ما كانتش غير واحده وانا واحده، والباقي جعت بعدها بشويه فكلته. هو انا رحت فين؟ رحت شلت الجلافز لان ابني وقع، كنت بلحقه. انا عن نفسي والله لما باجي اصور فيديو بكون عايزه اصلا اطلع لكم زي ما انا، ما بحبش اسجل صوت وما بحبش اصور على قد الحاجه، انا عايزه احط الاستاند واعيش حياتي معاكم. والله يا جماعه بكون عايزه اعمل كده، يعني بكون عايزه احط الاستاند واعيش معاكم بقى، تشوفوا كل حاجه، مش عايزه اخبي عليكم حاجه. بس للاسف عيالي مش مديني فرصه ان انا اصلا اصور، ولا مديني فرصه ان انا اقعد لوحدي عشان امنتج لكم الفيديو، ولا مديني فرصه لاي حاجه والله العظيم. يعني انا حرفيا اصلا بمنتج لكم الفيديو دلوقتي الساعه 2 او الساعه 2:30 عشان بس اعرف امنتج لكم الفيديو، اما انا عن نفسي والله العظيم ما فيش وقت خالص يعني اعمل حاجه حتى لنفسي. بس يلا الحمد لله، يا ربنا يخليهم لي يا رب واشوفهم احسن الناس. مش بقول لكم هنا كنت رحت شلت الجرافز عشان وقع، المهم يا جماعه ما تنسوش تحطوا لايك وتكتبوا لي في الكومنتات تعليقات حلوه كده زيكم، وتعملوا لي شير، واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه، واللي مش مفعل زر الجرس يفعل زر الجرس، لان الحاجات دي بتفرق معايا قوي. ماشي انتوا كده عملتوا 100 واللي مش عامل يعمل. واتمنى ان فيديوهاتي تعجبكم، واتمنى من كل قلبي قبل ما فيديوهاتي تعجبكم ان انتوا تحبوني. مش شرط نشوف بعض، يعني في ناس كده من بس عشان صوتها وعشان اسلوبها وعشان طريقتها تحس ان انت بتحبيها، تحس ان انت مرتاحه لها من غير ما تشوفيها والله.
يعني ربنا وحده يعلم. برضو في ناس بتكتب لي في التعليقات شويه تعليقات حلوه، انا بفرح يعني لما بقرا اي كومنت حلو بفرح قوي. ربنا وحده يعلم والله انتوا بتفرحوني ازاي بكلامكم. يعني في واحده من كام يوم بتقول لي صوتك حلو قوي، هي ما شافتنيش يعني عجبها صوتي، تحس ان انا حبيتها وهي حبتني كده. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. المهم خلاص طلعنا الفطار بقى بره، ودي البطاطس المهروسه، هي كانت متبهدله شويه عشان الاستاذ ده اهو، والمانجا سقعت بقى وايه كانت تحفه. وانا هشرب بيبسي، وعملت لاختي شاي، وهنا كنت بوريكم بقى الطعميه. خلاص خلصنا الفطار ولميت الفطار وعملت لها شاي. وبعد الشاي عملت لها قهوه، وعملت لها القهوه اول مره حطيت لها سكريه بتشربها من غير سكر، وبعدين رحت كبيتها وعملت لها قهوه تانية وبألف هنا. خلاص فطرنا وظبطنا وعملنا. تعالوا بقى نعمل الغدا. هعمل غدا مفيش اسرع من كده، حياة ربنا. فرمت بصلتين في الكبة، حطيت شوية بصل هنا وشوية بصل هنا، شوية بصل هنا في حلة وشوية بصل هنا في حلة. المهم دي حلة المكرونة وخلاص، ودي حلة اللحمة المفرومة. شوحت بصلايه كده لحد ما دبلت وخدت لون جولد، حطيت عليها اللحمة المفرومة وملح وفلفل بس بعصجها يعني. وهنا خلاص البصلة بتاعت المكرونة خدت لون، نزلت عليها بالصلصة وصفيتها، هسيبها بقى تتسبك عشان انزل بالمكرونه. وهنا خلاص اللحمه دخلت في السوا، وهنا الصلصه اتسبكت. هنزل بقى دلوقتي بالمكرونه، ودي المكرونه اللي اختي جايبها لي وهي جايه من السعوديه، تحفه ما بتعجنش خالص. هي اللي اختارت الشكل ده، انا كنت عايزه اعملها اللي هي الصغيره بحبها قوي، بس هي اللي اختارت الشكل ده. وهنا خلاص المكرونه خلصت واللحمه المفرومه خلصت وغرفت. وتسلم ايدي والله العظيم، شويه مكرونه كانوا سكر. وبعدين اتغدينا وخلصنا، طلبنا بقى وافل، طلبنا بان كيك، وكانوا حلوين قوي قوي قوي. اختي بقى التالتة جيت، وفضلنا قاعدين مع بعض ناكل الوافل، وعملتنا قهوه وعملنا شاي، وكانت السهره تحفه. وايس كريم بقى بيجي كده مع الوافل ده، لزوم الوافل مش البان كيك. البان كيك مش بيجي مع ايس كريم. احنا اللي طلبناه ايس كريم فانيليا، بنحبها عن الشوكولاته. ده الوافل 4 انواع، كندر ونوتيلا ولودس وبيستاتشو، والبان كيك نوتيلا وبيستاشيو بس. عفوا.